السحر حاجة حرمها كل الأديان. طب إيه السبب إن حد يعمل كده؟ إيه يخلي شخص يأذي شخص؟ يمكن فلوس، ويمكن حقد ونفوس ضعيفة، لكن الأكيد إن الأذية بتكون كبيرة جدا. قصتنا النهاردة عن قرابين الآثار. شخص بيحاول يفتح مقبرة، والجن بيطلب قرابين بشرية لفتحها. هل هيفتحها وياخد كل اللي فيها ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من قصتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا هحكي وأكيد صاحب القصة هو اللي بيتكلم. فكرت كتير قبل ما أتكلم وأحكي اللي حصل، لأنه مش سهل عليا إن أقول إني اتأذيت من أقرب الناس ليا، لكن أنا لازم أحكي. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا عمر نصر، عندي 27 سنة، متجوز من نهلة وعندي منها حسن وسليم. إحنا من إحدى قرى الصعيد، لكن عايشين في القاهرة بحكم شغلي. قصتي بتبدأ من يوم جمعة. متعود كل يوم جمعة إني لازم أزور أهلي وأتغدى عندهم أنا ومراتي والعيال، لكن في اليوم ده حسيت إني تعبان شوية، فقلت بلاش الجمعة دي، وهتصل عشان أقول لهم إني مش هقدر أجي. لكن والدي قال لي معلش يا عمر، دوس على نفسك وتعالى، أنا عاوزك في موضوع ضروري. رديت عليه وقلت له ما ينفعش يتأجل. رد عليا بعصبية غير مبررة وقال لي لأ، ما ينفعش، بقولك لازم تيجي. قلت له حاضر خلاص هاجي. كنت مستغرب، أبويا مش من نوع العصبي أبدا. أخدت مراتي وعيالي وركبت عربيتي واتحركنا على بيت أبويا. طول الطريق بسأل نفسي هو في إيه؟ وإيه الموضوع الضروري ده؟ وصلنا، وأول ما دخلنا أبويا قال لي إنه عاوزني في الأوضة لوحدي. دخلت له وقلت له نعم يا حاج. قال لي أنا عايز أقول لك على حاجة ضرورية. اتكلم وقال الموضوع كبير، أنا مصاب بمرض نادر وهموت قريب. رديت عليه وقلت له بعد الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده، وبعدين مرض ايه ده؟ قال لي اسمعني يا ابني، البيت اللي احنا عايشين فيه ده ايجار، وبعد موتي والدتك مش هينفع تعيش لوحدها. انا مش هقولك خدها تعيش معاك، لا، انا عاوزك تاخد مراتك وعيالك ووالدتك وترجعوا الصعيد. قلت له وشغلي وهصرف منين؟ قال لي انا سايب لك ورث كبير، بس علشان تاخده لازم تعيش في البيت القديم. رديت عليه وقلت له ليه لازم يعني؟ قال لي دي وصية جدك وجد جدك وأسلافك كلهم، اللي يدور على الورث يبقى يعيش في البيت، والبيت كبير وهتقدروا تعيشوا فيه. قلت له أجل الكلام ده يا حاج، ربنا يديك طول العمر ويخليك لينا. اتغدينا واتكلمنا كلام عادي، كلام العيال المعتاد، واخدت مراتي وعيالي ورجعنا البيت. طول الطريق بفكر في الموضوع ومش عارف اتصرف ازاي، ومن كتر التفكير هجم عليا رغبة ملحة في النوم ونمت. حلمت اني واقف قدام بيت كبير من دورين، بيت شكله مهجور من سنين. دخلت جوه، المكان كله ضلمة. شغلت نور البيت، بيت كبير بس متطرب وشكله محدش دخل هنا من زمن. حسيت بصوت همس، ولما ركزت كان صوت مبحوح بينادي عليا عمر عمر. بصيت لقيت الصوت جاي من أوضة في آخر الطرقة. قربت ناحية الصوت بحذر شديد وفتحت باب الأوضة بالراحة. الأوضة ضلمة كحل. شغلت كشاف الموبايل علشان أشوف فيه إيه. شفت أبويا مشنوق في سقف الأوضة. صرخت. في اللحظة دي حد نفخ في وشي. نورت قدام وشفته مخلوق بشع، وشه مشوه، عينيه سودة بتلمع، وقال لي القربان عليك يا إما منك، وليك الاختيار. قمت من الكابوس ده على صوت تليفوني بيرن. كان رقم البيت، بيت ابويا. واول ما فتحت لقيت امي بتصرخ وبتبكي وتقول لي الحق الحق يا عمر، ابوك مات. نزلت جري على البيت ودخلت زي المجنون. ابويا كان ميت بشكل بشع، عينيه مفتوحة على الاخر، وشه مليان عروق حمراء، بقه بينزل منه دم اسود. فضلت استغفر ربنا واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في يا امي، احكي لي حصل ايه؟ قالت له هي بتعيط مش عارفة، انا كنت نايمة وسمعته بيصرخ، لما دخلت عليه لقيته بالمنظر ده. حزن كبير
ودفنة وعزا وناس جاية تعزي وانا واقف زي التايه مش فاهم حاجة. خلص العزا ورجعت البيت. كنت بروح ازور امي كل يوم تقريبا، لحد ما في يوم لقيت تليفوني بيرن. الو، مين؟ الو، انا الاستاذ عز المحامي، محامي والدك يا استاذ عمر، انا عايز اقابلك ضروري. طبعا انا كنت عارف هو عايز ايه، وفعلا قابلته وقال لي ابوك الله يرحمه اكيد قال لك على بيت الصعيد وانك لازم تسكن فيه علشان الميراث. قلت له ايوه. قال لي، وكانت الصدمة هو رد المحامي لما قال لي اوعى تسمع كلام والدك وتروح البيت، ده بيت ملعون، لو رحت مش هتأذي الا نفسك وعيلتك، عيش في سلام احسن. حاولت افهم منه لكنه رفض يتكلم. رجعت البيت وانا محتار اعمل ايه. نهر جات له سألتني وحكت لها كل حاجة، وكان ردها نفذ وصية ابوك، المحامي ده اكيد طبعا في الورث. كلامها كان منطقي وفعلا انا قررت انفذ الوصية. اخدت عيلتي ورجعت الصعيد، ورجعت البيت اللي اتربيت فيه. كان بيت كبير وجميل. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخوفاني ان ورا البيت في مقابر. وجات عيلة ابويا ورحبت بينا وبدأنا نجهز وننظف علشان نقدر نعيش في البيت. خلصنا تنظيف على الساعة 12 بالليل وكنت هموت وانام من التعب. دخلت الأوضة واترميت على السرير وصحيت على صوت صرخة. نزلت جاري على تحت. البلد مقلوبة والكل بيجري ناحية حاجة في الأرض مرمية. لما قربت كانت مصيبة، كانت جثة مذبوحة بطريقة بشعة. رجعت البيت منهار من المنظر. حاولت نهلة تهديني ودخلت اوضتي وفضلت قاعد فيها يومين مش بخرج ولا عايز اقابل حد، لحد ما في يوم كنت نايم وصحيت على صوت صرخة امي. قمت ناطط من السرير وحاولت افتح اوضة امي لكن مش بتفتح. كسرت الباب بعنف واتصدمت لاني شفت امي بتخنق نفسها او بتحاول تبعد حاجة ماسكاها من رقبتها وهي بتحاول تبعدها. جريت عليها وانا بحاول اشيل ايديها اللي كانت شبه خلاص هتموتها وقدرت انقذها. ولقيت نهلة جاية وتقول لي في ايه يا عمر؟ ايه اللي بيحصل؟ قلت لها مفيش حاجة، ماما شافت كابوس بس. خرجت من اوضة امي لصالة البيت، قعدت على كرسي في الصالة وانا بحاول استوعب ايه اللي بيحصل بالظبط، وبدأت اراجع كلام والدي تاني وسألت نفسي ايه السر اللي ورا البيت ده. انا واثق ان ابويا ما ماتش موتة طبيعية ودلوقتي الدور على امي. كل ده ليه؟ الليل عدى عليا وانا صاحي مش جالي نوم. وفي الصبح جه عمي سليم وعمي قاسم وعمتي فريدة علشان يسألوا علينا، وقعدنا مع بعض وطلبت منهم اني اقعد معاهم لوحدي علشان بصراحة مش قادر ابطل تفكير، عايز اعرف في ايه. فتحت معاهم الموضوع لكن لقيت عمتي بدأت تتوتر وقالت لي وهي الكلام بيخرج منها بالعافية مش عارفة والله يا ولدي. وكانت هتقول حاجة لكن قطعها عمي سليم وقال اسمع يا عمر، وصية جدك وجد جدك من زمان ان كله لازم يعيش في البيت ده علشان يقدر ياخد نصيبه من الورث، اكتر من كده احنا ما نعرفش حاجة. رديت عليه وقلت له طيب وموت ابويا بالشكل ده ومن بعدها جريمة في البلد واللي حصل مع امي كل ده ليه يا عمي؟ رد عليا وقال معرفش يا ولدي. الحيرة زادت، ده انا قلت ان عندكم اجابة حتى لو على سؤال واحد. خلصت القعدة معاهم اللي خرجت منها وانا متأكد 1,000,000% انهم عارفين حاجة وعارفين السر ورا الموضوع لكن خايفين. عدى اليوم بسرعة بتفكير وتعبه وجيه وقت النوم خلاص، وسمعت الصراخ تاني جاي من تحت في البلد. نزلت جري. المرة دي مفيش حاجة، مش شايف جثث ولا ناس بتجري وصوت الصراخ اختفى. رجعت البيت من تاني، دخلت اوضتي اترميت على السرير بفكر ايه اللي بيحصل وايه اللي انا عملته في نفسي. ازاي اسيب شغلي وبيتي علشان اواجه الرعب اللي انا فيه دلوقتي ده؟ قلت هقوم ادخل الحمام علشان اغسل وشي وافوق، مش قادر انام. دخلت الحمام وقفت اغسل وشي لكن مش انا اللي في المراية، نفس المخلوق من تاني بشكله البشع المقرف. وصرخ في وشي وقعت على راسي وفقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي لسه واقف في الحمام وصوت خبط على الباب. سندت نفسي بالعافية وقمت علشان افتح. كانت امي اللي سندتني لحد الاوضة ونمت على السرير حاسس اني مش قادر امشي. نمت من التعب اللي انا فيه
وشفت نفسي في مكان واسع. ده قبر وانا لوحدي جوه، وشفت ست مش قادر اشوفها من الضلمة، وكانت بتذبح بنت بدم بارد. وبعدها قالت: اقسمت عليك يا مالك ملوك الجن السفلي يا ناقر ابن بني قيران ان تحضر الان، لقد اتيت بالقربان واطفيت نار الوهجان. فضلت تكرر في نفس الكلام. قمت من الكابوس ده على صوت الصرخة بيتكرر كل يوم وفي نفس الوقت. المرة دي ما كانش ينفع اسكت، ونزلت. الجو كان برد والريح شديدة جدا. حاولت اسمع الصوت من تاني وفعلا اتكرر. الصوت جاي من المقابر. قربت وانا بترعش، جوايا مليون حاجة بتقولي ارجع بلاش، لكني وصلت. ايوه وصلت قدام قبر كبير الصوت طالع منه، وقبل ما اعمل اي ردة فعل سمعت صوت همس ورايا: عمر عمر. اتلفت علشان اشوف مين، ويا ريتني ما اتلفت، لاني شفت ست وشها محروق ماسكه في ايديها جثه وبتشدها على الارض، وقالت لي: القربان اقترب، كون على الموعد. جريت، فضلت اجري لحد ما وصلت بيت عمتي. فضلت اخبط وارزع لحد ما فتحت الباب. دخلت وقلت لها: انت عارفه كل حاجه؟ قالت لي: لا، انا معرفش حاجه، وامشي من هنا. قلت لها: لا، انا خلاص ما عنديش حاجه ابكي عليها، لو ما قلتيش كل حاجه تعرفيها انا ما عنديش اي مشكله اني اقتلك. بصيت له وهي بتعيط وقالت: جدك هو السبب. البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي كان عايش فيه جدك، وهو بيرتب في البدروم اكتشف مقبره اثريه تحت البيت، وجنبها كتاب فيها عزايم وطلاسم، منها عزيمه بتحضر ناقر ملك من ملوك الجن. جدك جاب دجال اسمه سالم وطلب منه يفتح له المقبره، وبالغلط سالم حضر ناقر اللي ظهر وطلب قرابين من جدك، والا هيكون هو القربان. جدك اضطر يقدم قرابين بشريه، والعيله كلها اتلعنت ومحدش عارف ايه الحل، لحد ما جه الدور على ابوك اللي عرف يوصل لسالم وعرف منه عزيمه توقف ناقر، وفعلا نجح في ده. لكن في حاجه حصلت بعد السنين دي رجعت ناقر تاني، بس والله انا معرفهاش. قلت لها: وفين سالم ده؟ قالت لي: هقولك. واخدت عنوانه، وبعد نص ساعة كنت قدام بيته. بيت من طين كئيب. دخلت البيت كان قاعد على الارض وقال لي: كنت عارف انك جاي، عيلتك اتدمرت ولسه هتتدمر اكتر واكتر، وبسبب مين؟ اقرب الناس ليك. قلت له: مين انت؟ اتكلم. وكان كلامه بينزل عليا زي التلج، لانه قال: بعد ما جدودك كلهم ماتوا بسبب لعنة اتفتحت عليهم بسبب عزيمة غلط انا قريتها. ناقر كان عامل بالنسبة لعيلتك زي الشوك، كل ما يموت جد يطلع ناقر الوريث ويطلب منه قرابين، في من جدودك اللي وافق وفيه اللي رفض، ومصير الاتنين هو الموت، لان الجن عمره ما بيوفي وعد مع البشر. لحد ما جه الدور على ابوك، معرفش عرف يوصل لي ازاي. جالي وطلب مني المساعدة، في الاول رفضت لكنه ترجاني وقال لي ان عنده ولد عايز يربيه. وافقت ورحنا انا وابوك عند قبر وسط المقابر. الجن كان واخد القبر ده ملجأ علشان يستلم فيه القرابين، وفتحنا الكتاب اللي مليان طلاسم وعزايم، وقلت: اقسمت عليكم يا ملوك الجن السفلي بحق من رفض السجود وادعى الخلود، بحق النار والنيران او كفر وسفك الدماء. وفضلت اعيد انا وابوك في نفس الطلسم. وقتها سمعنا صرخات كتير جايه من جوه القبر، وحسينا الارض بتهتز. جرينا، فضلنا نجري لحد ما خرجنا بره، ومن بعدها اختفى ناقر. لكن في حد عرف الموضوع ده وقرر يفتحه تاني. الطمع عماه وخلاه ما يشوفش قدامه غير المقبرة الأثرية، بس الشخص ده معرفش اللي حصل زمان، وعشان كده قرا نفس العزيمة اللي رجعت ناقر من تاني. لما الجن ناقر رجع طلب من أبوك قربان، وأبوك رفض، لكن اللي حضر الجن قدر يتواصل معاه ووعده قرابين مقابل فتح المقبرة. ومكانش فاضل غير إقناعك أنت برجوعك لبيت الصعيد. الجن وعد أبوك إنك لو رجعت بيت الصعيد هيرحمه وهيسيبه يعيش، لكن زي ما قلتلك الجن مش بيوفي بوعده مع البشر. بمجرد أبوك ما أقنعك قتله، وأنت رجعت بيت الصعيد ورجعت القرابين تتقدم من تاني. صوت الصراخ اللي كنت بتسمعه كل ليلة
كان صوت صراخ الأطفال اللي كانوا بيتقدموا قرابين للجن. قلت له انت حكيت لي كل ده وما جاوبتش على أهم سؤال، مين اللي عمل فينا كده ورجع الجن تاني؟ قال لي فكر. صرخت فيه وقلت له انا خلاص ما عنديش عقل عشان افكر، هتقول لي مين ولا اخليك تحصل اللي راحوا؟ ضحك وقال لي مش هتستفيد حاجة من موتي، بالعكس حيرتك هتزيد والمشكلة هتكبر. قلت له ارجوك انا لازم افهم واعرف. قال لي انا هريحك بس مش هقولك صريحة علشان لو اتكلمت هتأذي من الاسياد. انا هقرب لك الصورة، اللي عمل فيك كده ست. قلت له ست؟ قال لي اه. قلت له مفيش غير 3 في العيلة، امي ومراتي وعمتي. قال لي فكر بقى مين فيهم. فضلت ساكت شوية بفكر وبفتكر في مواقف. ركبت عربيتي واتحركت وانا دماغي خلاص هتنفجر. مين بس اللي عمل فيا كده؟ اصعب حاجة في الدنيا الشك، اكتر حاجة بتهد في الدنيا الشك. لكن في لحظة الصورة اتضحت قدام عينيا لما سألت نفسي سؤال، مين اللي كان مصمم اني اروح البيت ده؟ مين لما المحامي حاول يمنعني قالت لي لأ ده بيضحك عليك وطمعان في الميراث؟ نهلة، ايوه نهلة مراتي. زودت سرعة العربية وانا بقول يا رب اكون ظالمها. وصلت هناك كانت الساعة 1، الجو كان برد بطريقة فظيعة. فتحت باب البيت علشان ادخل، سمعت صوت صراخ جاي من البدروم. اخدت خطوتين لورا وبسرعة جريت ونزلت على البدروم. لقيت نجمة خماسية كبيرة وفي وسطها عيالي، واقفة نهلة من فوق عند راسهم وماسكة في ايديها سكينة. جريت عليها وقلت لها انت مجنونة، هتعملي ايه في العيال؟ قالت لي خلاص مش فاضل غير خطوة واحدة على فتح المقبرة الأثرية، خلاص بس ناقر طالب عيالنا قرابين. رديت عليها وقلت لها وانت وافقتي؟ الذهب اغلى عندك من عيالك. قالت لي من فترة مش كبيرة كنت عند بيت اهلك بساعد حماتي في الشغل، وسمعت حماية بيتكلم في التليفون مع حد عن المقبرة واللعنة وفهمت كل حاجة. استنيت ابوك خرج من اوضته ودخلت علشان اخد الكتاب واخدته وخبيته، واستنيت شوية لحد ما والدتك نامت وفتحت الكتاب وقريت العزيمة اللي قال عليها ابوك. حسيت بكهرباء ضربت في جسمي ونار بتحرقني، ومن يومها والمشاكل ابتدت. المخلوق بدأ يظهر لي في كل مكان وقال لي انه هينتقم من ابوه وهيرجع علشان اتمم معاه العهد، اسلمه قرابين مقابل فتح المقبرة. ومن يوم ما جينا البلد دي وانا بسلمه قرابين، عيال صغيرة وخلاص باقي اخر شرط، عيالنا وبس يا عمر والمقبرة هتتفتح. قلت لها انت مجنونة، انت مكانك المستشفى. في اللحظة دي دخل الدجال سالم علينا علشان يحكي النهلة اللي هي مش فاهماه، وقال لها ناقر جن ملهوش علاقة بالآثار، ناقر جن سفلي بيتغذى على الدم البشري علشان يعرف يعيش، وبيستغل غباء البشر في تقديم القرابين. وفضلنا انا وسالم نقنع فيها علشان ناخد منها الكتاب لحد ما اخيرا وافقت، بعد ما سالم قال لها ان في عزيمة هتساعد في فتح المقبرة بس لازم نصرف ناقر الاول. واخدنا الكتاب وفتحه سالم وقال اقسمت عليكم يا ملوك الجن السفلي بحق من رفض السجود وادعى الخلود، بحق النار والنيران اوقفوا سفك الدماء. صرخات ضربت المكان كله، البيت كله فيه زلزال، البيبان والشبابيك بتترزع. وبعدها ساد الصمت. قلب سالم في الكتاب وقال اقسمت عليكم يا ملوك الارض وعشائر الجن الناري الذي لا يوجد في قوته، اشعلوا لنا شعائع المقبرة، افتحوا لنا كنوز الارض، بحق الملك الاعظم اطيعوا. هزة خفيف في الارض حسينا بيها، ومن بعدها شفنا المقبرة بتتفتح. لقيت نهلة بتقول اخيرا اتفتحت المقبرة وقربت منها. قلت لها اه اخيرا، وقربت منها وقلت لها مش كنت عاوز الدهب؟ يلا بقى روحي له. وبكل قوتي زقتها جوه المقبرة. لقيت سالم هيجري، مسكته من هدومه وهو كانت صحته على قده، بيقول لي ارحمني ارجوك. قلت له انت السبب في موت عيلتي، ده غبائك ولازم تموت. وزقيته هو كمان، وكنت سامع صوت صرخاتهم وقفلت عليهم باب المقبرة وخرجت واخدت امي وعيالي ورجعنا من تاني لحياتي في القاهرة. وهي دي
نهاية حكايتي.